السلام عليكم. النهارده 28/11. امبارح 27 خالتي طلعت العمره وسابتني اول واحده تطلع بعد ما انا جيت من العمره. يعني انا مهبوله كده عماله وهي طالعه بتعمل لي كده. هنزل لكم الفيديو وهي بتغيظني. المهم اطعام النهارده بفضل الله وكرمه 40 اسره فراخ كلفني واربع كراتين مكرونه و10 رز. بخبي الرز لرمضان او لاطعام كبير تاني. كلفني 5100 5200 كده يعني الاطعام بتاع النهارده. الاسبوع اللي فات احنا ما عملناش اطعام بسبب قله التبرعات وقله الفلوس، عشان شغالين على عمليه وشغالين على سددين وشغالين على كوارث بتجيلنا فجاه. والله العظيم كل يوم اقوم بحالتين ثلاثه كارثه، فغصب عني ابديها عن الاطعام غصب عني. اقول لهم يا جماعه طب خلاص نشيل الاطعام، شغالين على مسجد، شغالين على غزه، ربنا ينصرهم يا رب نصرا عظيما كده يا رب، ان شاء الله يفك همهم وكربهم بحق جاه النبي، وينتقم من اعدائنا في جميع البلاد، يعني في الدنيا كلها. يا رب ينتقم من كل عدو، من كل ظالم. شغالين برضو على غزه الحمد لله يا رب بفضل الله وكرمه، مع الهلال الاحمر ومع مؤسسه منى المصري جزاها الله خير. بنت عظيمه، يعني ست عظيمه، ست ب100 راجل. اتمنى ابقى حته منك، والله العظيم اتمنى ابقى حته منك كده في المجال الخيري. والحاج محمود شتا جزاك الله خير، جزاك الله خير، يعني دايما يعني بيزقني كده للامام، جزاك الله خير. انا برضو شغاله معاه بفضل الله وكرمه. فغصب عننا بقينا نبعت غزه او للناس اللي بتجيلنا كروبات يعني كرب فجاه، فبنسده غير الاطعام. وان شاء الله شغالين على الاطعام. المفروض لو انا هعمل كل اسبوع، الاسبوع بيكلفني حوالي 5000 جنيه، فبيبقى صعب المهم، بيتلموا اسبوع اسبوعين، بقع في الثالث يجي لي في الرابع كده. يعني الاطعام الشهر ده عملت 3 بس، 3 اطعامات بس في الشهر، فكنت اتمنى اعمل اكتر، مش ملاحقه، مفيش. فبس كل اللي شارك في الاطعام جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء. لو وصلت لحد هنا في الفيديو اعملي لايك، مش هتخسر حاجه.